اشتعلت كافة منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص المصرية مباشرة بعد الأخبار المثارة عن الاستغناء عن الوافدين بالكويت، وذلك بعدما تم التصريح من خلال الحكومة داخل الكويت عن خطة تكويت الوظائف الحكومية، أي الاستغناء عن العمالة الوافدة في الكويت، والتي نفذت بالفعل، حيث تم الإعلان على أن هذه الخطة تقصد ما يبلغ 771 ألف فرد مصري سوف يرجعون إلى بلادهم بسبب أنهم الفئة المنتشرة داخل الكويت. ويرجع سبب تكويت الوظائف في الكويت إلى زيادة العمالة الوافدة داخل الكويت وتواجد عدد هائل من المواطنين الأصليين يريدون العمل داخل وظائف عامة كويتية. ومعنى هذا أن عدد كبير من غير السكان الأصليون الذين يسيطرون على العمل داخل الوظائف الحكومية، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع مستوى البطالة بين العمال الكويتيين الأصليين لهذه الدولة وعدم وجود عمل لهم.